غلطة كبيرة بيعملها موظفين المبيعات المبتدئين في تنظيم وقتهم في الشغل، وهي إنه بيقسم مهام شغله على 5 أو 6 أيام على حسب أيام العمل بتاعته. طب وهنا المشكلة فين؟ المشكلة إني أضمن لك إن 99% من الخطط دي ما بتتحققش بالكامل، ودايما بيفضل تاسكات بتتأجل. ايوه، طب هنا ايه الحل؟ الحل انك لازم تتعود انك تعمل خطتك على 3 او 4 ايام بس في الاسبوع. خلال الثلاث او 4 ايام انت بتحاول انك تضغط شغلك والمهام اللي وراك خلال الفترة دي، علشان يكون دايما معاك خلال الاسبوع يوم او 2 زياده تقدر تلم فيهم الحاجات اللي ما خلصتش، او تحسبا لاي ظروف طارئه، لا قدر الله مشكله تحصل مع عميل تضيع الوقت، او اجتماعات بتضيع وقت، او اي حاجه ممكن تيجي تسرق منك جزء من الخطه. فدايما ما تخططش وقتك على اسبوع، خطط وقتك على 3 ايام. صدقني هتتفاجئ ان ال3 ايام او ال4 ايام كافيين جدا انك تخلص فيهم الحاجات اللي كنت عاوز تعملها خلال الاسبوع. ولما هتتبع الطريقه دي هتكتشف انك ركزت اكتر مع وقتك، وتجنبت انك تضيع وقتك في حاجات كتير جانبيه كانت ملهاش لازمه كنت ممكن بتضيع وقتك فيها. فركز شغلك في 3 او 4 ايام بس في الاسبوع، وشوف الفرق الكبير في انتاجيتك. سلام.